جوزي كل سنة في يوم جوازنا بيخليني أعمل حاجة أنا مش راضية عنها. بيخليني أعمل عملية وأرجع عذراء، أرجع بنت زي أول يوم جوازنا. أنا مش عارفة أعمل إيه، مش عارفة إذا كان الموضوع ده حلال ولا حرام. قولولي أعمل إيه علشان أنا زهقت وتعبت ومش عارفة أوصل لحل ومش عارفة أعمل إيه. من فضلكم اسمعوا حكايتي للنهاية، محتاجة رأيكم علشان أنا مش عارفة أعمل إيه. وقبل ما نكمل مشكلة النهاردة يا ريت نصلي على الرسول في التعليقات، ويلا خلونا نكمل مشكلتنا. أنا بنوتة واحدة وليا أخ واحد، ماليش خوات بنات، يعني إحنا بنت وولد. بنت عمي كانت ساكنة في نفس البيت بتاعنا، يعني إحنا كلنا ساكنين في بيت عيلة. عمي كان ساكن فوق مننا، وبنت كان عنده بنوتة، وبنت عمي دي كانت صاحبتي، كانت أكبر مني بشهور بس. كانت معايا من اول الحضانة، دخلنا مع بعض الابتدائي ودخلنا الاعدادي ودخلنا الثانوي ودخلنا كمان الجامعة مع بعض. كانت هي قريبة ليا جدا وكنا صحاب، علشان انا ماليش خوات بنات وهي برضو ما عندهاش خوات بنات، هي بنوتة واحدة بس، وانا كان ليا اخ ولد. احنا كنا قريبين قوي مع بعض، يعني تقريبا ما بيفرقناش غير النوم، واحيانا هي بتنام عندي واحيانا انا بطلع انام عندها. دي بنت عم. بنروح الدروس مع بعض، كورسات مع بعض، بنذاكر مع بعض، حتى لبس العيد بننزل نشتريه زي بعض، حتى لبس العيد بننزل نشتري لبس زي بعض، يعني الاوتفيت بنلبس زي بعض، نفس الشكل، نفس الالوان، نفس تسريحة الشعر. حتى لما كبرنا واتحجبنا نفس طريقة الحجاب، نفس الميك اب، كل حاجة زي بعض. اللي يشوفنا يقول توأم. احنا مش شبه بعض بس احنا قريبين جدا لبعض، زي الاخوات واكتر. في تالتة جامعة بنت عمي اتقدم لها عريس كويس جدا 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 وغني ومن عيلة كويسة. اتقرت فتحتها واتخطبت بعد كده، وانا فرحت لها جدا، ما سبتهاش ابدا. خلاص كان فاضل سنة واحدة ونتخرج، فخطيبها جه طلب من عمي ان هو بعد الجامعة بعد التخرج على طول هيتجوز. وعمي فعلا قال له خلاص انا موافق، واتخطبوا وعملوا خطوبة في مكان كويس جدا، وكانت خطوبة حلوة وشيك جدا، وقدم لها شبكة فخمة جدا. عريسها كان غني قوي قوي قوي، وكان انسان محترم وعلى خلق. بصراحة هي تستحق، هي كانت انسانة كويسة جدا، وانا بعتبرها زي اختي واكتر. انا ما سبتهاش ونزلت اشتريت معاها فستان الخطوبة، وكمان اخدتني اخترت الشبكة معاها، واحنا اكتر من الاخوات. جت بتجهز خلاص، احنا في تالتة جامعة، خلصنا الامتحانات بتاعت سنة تالتة في الجامعة. خلصنا الامتحانات بتاعت سنة تالتة جامعة، احنا كنا في كلية حقوق. خلاص احنا في سنة تالتة خلصنا الامتحانات، فاضل لنا بس رابعة ونتخرج. فجي جت مامتها قالت لها تعالي بقى علشان نشتري شويه حاجات للجهاز، خلاص انت فاضلك كلها ايه شهور وتخلصي سنه رابعه وهتتجوزي، واحنا لسه ما جبناش اي حاجه في الجهاز. اخدتني معاها وقعدنا نختار انا وهي مفارش البيت بقى والسجاد والستاير، حتى الوان العفش والتنسيقات والديكورات، كل حاجه كانت واخده رايي فيها، واخدنا راي بعض لحد ما خلصت جهازها كله. جينا خلصنا رابعة جامعة، بعد ما خلصنا سنة رابعة طبعا جه خطيبها لعمي، قعد معاه علشان يحدد ميعاد الفرح. انا في الوقت ده ما كنتش مخطوبة ولا كنت مرتبطة ولا كنت اعرف اي حد. فهي قالت لي ان شاء الله باذن الله عقبالك زي تتجوزي ونتجوز مع بعض. قلت لها انت خلاص هتتجوزي؟ قالت لي والله ما حدش ضامن، يمكن ربنا يرزقك بعريس يجي بسرعة وتتجوزي كمان معاه. حددنا الفرح، وجه يوم الفرح نزلت اشتريت معاها كمان الفستان الابيض بتاع الفرح واخترت معاها الكوافير، واخترت معاها السيشن، وعملت سيشن انا وهي، وكان فرح حلو جدا. عمله لها في فيلا كده على البسين، وكان فرح حلو وقيم جدا. في يوم الفرح بتاع بنت عمي انا لاحظت ان صاحب جوز بنت عمي كان عمال بيبصلي ومعجب بيا جدا. فانا قلت عادي، ممكن بيكون بيبص عادي، انا ايه اللي مهتمه شويه، او انا اللي بقول ممكن يكون معجب بيا جدا، ممكن يكون بيبص عادي. اتصلت بيها، اتجوزت خلاص، اتصلت بيها تالت يوم انت عامله ايه طمنيني عليكي. قالت لي تعالي انا مستنياكي، تعالي انا عاوزه اقعد معاكي. جوز بنت عمتي قال لي تعالي احنا مستنيينك على الغدا، تعالي نتغدى مع بعض.
رحت لبنت عمتي واخدت لها هديه حلوه، وكنت فرحانه، هي اختي، انا مش بعتبرها بنت عمتي، انا بعتبرها اختي. اخدت لها كده شوكولاته واخدت لها هديه حلوه، ورحت علشان ازورهم وبارك لهم. جه جوزها راح قال لها تعالي انا عايزك في موضوع. صاحبي فلان مهندس في الشركه الفلانيه معجب بيكي جدا وعايز يتقدم لك. ده كان لابس كذا. راحت قالت له اه ده كان لابس كذا، انا لاحظت ان هو كان بيبص لي، بس انا استغربت هو بيبص لي انا انا لا اعرفه ولا هو كمان يعرفني. قلت ممكن يكون معجب بيا، وبعد كده قلت ممكن يكون بيبص عادي. ده طلع فعلا معجب بيا. الكلام ده لبنت عمي وقعدنا نضحك مع بعض. قلت لها انا لاحظت ان هو كان بيبص لي، بس كنت فاكره ايه، ان هو ممكن ما يكونش معجب بيا، ده طلع معجب بيا فعلا. عدى الاسبوع بتاع بنت عمي وجم المعازيم باركوا وهنوا، وخلاص خلص الاسبوع. جه راح جوز بنت عمي كلم بابا قال له انا صاحبي طالب ايد بنتك، وعايزين يجوا يتعرفوا ويعملوا قعدة تعارف ومعرفش ايه. فعلا جه هو وامه واخته وابوه واتعرفوا علينا، وفعلا حصل قبول الحمد لله، وقرينا الفاتحة. اتخطبنا في وقت قياسي جدا، بعد 3 شهور اتجوزنا. كان بني ادم محترم سخي جدا خير حنين مش بخيل، على طول بيجيب لي هدايا، بيهتم بيا، ما بيستخسرش فيا اي حاجه. جهز لي الشقه كويس جدا، كل اللي انا اخترته جابهولي واحسن، ما بيستخسرش فيا اي حاجه. في كل حاجه كويسه يا هبه بامانه. اتجوزنا، جه اول سنه جواز، اول عيد جواز لينا بعد الجواز، يعني اول عيد جواز لينا جه. راح قال لي بصي انا طالب منك طلب، انت عارفه انا بحبك وماليش غيرك، مش بستخسر فيكي اي حاجه، انا بس بطبعي انسان ملول وبحب التجديد وبحب التغيير. انا طالب بس منك طلب. قلت له خير اطلب. راح قال لي انا طالب منك بس تعملي عمليه صغيره ترجعي بنت تاني او عذراء، ونحتفل يوم جوازنا زي ما احتفلنا بيوم دخلتنا. قلت له ازاي انا اعمل حاجه زي كده؟ اللي بتعمل حاجه زي كده بتبقى انسانه مش كويسه، ماشيه في سكه مش كويسه، عملت علاقه مع شاب من غير جواز، او لها علاقات متعدده وهكذا، وانا مش بتاعت الكلام ده. ازاي انت تقبل عليا ان انا اروح مستشفى زي كده اعمل عمليه زي دي؟ هيبصولي بصه عامله ازاي؟ ازاي انت قابل حاجه زي كده علي؟ قال لي لا ما تقلقيش، اطمني، انا هوديكي للدكتور انا اعرفه واثق فيه، مفيش حد هيبصلك بصه ملهاش لازمه، وكمان احنا هناخد عقد الجواز عشان تبقي مطمنه ومحدش يبصلك بصه ملهاش لازمه. هي عمليه صغيره، هتدخلي 10 دقايق ربع ساعه هتطلعي زي الفل، ونستمتع ونرجع زي اول ذكرى زي يوم دخلتنا. الصراحه انا مرضتش ازعله، كنت خايفه جدا، بس برضو جيت على نفسي ومرضتش ازعله. قلت خلاص ده اول مره يطلب منك طلب، اعمليها وفرحيه علشان هو كمان كويس معاكي. عملت كده بالفعل، ودخلت وعملت العمليه ورجعت تاني وبقيت بنوته وايه، واحتفلنا بعيد جوازنا الاولاني، ورجعت بنوته زي الاول واحتفلنا بعيد جوازنا الاولاني. خلفت منه بنت وولد. جه تاني عيد جواز لينا قال لي ايه، قال لي يلا بقى عيد جوازنا قرب روحي اعملي العمليه. قلت له لا هو كل سنه، انا عملت لك مره علشان ما تزعلش وعشان ارضيك وكده. انا اصلا ببقى داخله غرفه العمليات خايفه، ويا عالم انا اخرج ولا ما اخرجش، ويا عالم ايه اللي يحصل، ويا عالم ايه المضاعفات. وبعدين المره اللي فاتت عملت لي التهابات وحكه وهرش ومشاكل كتير وقعدت اتعالج منها شهور طويله، انا مش هقدر اعمل كده تاني. راح قال لها لا انا بطبعي انسان ملول وبمل بسرعه وبحب التجديد، وتعملي كده لو ما عملتيش كده انا هتجوز عليكي. انا بحب اجدد واغير، والتعدد مش حرام، وانا من حقي ان انا اتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه. فانتوا قولوا لي انا اعمل ايه؟ هو كده كل سنه عايزني اعمل عمليه زي دي، وانا خلاص ما بقتش عايزه اعمل حاجه زي كده، ومش عارفه اذا كانت العمليه دي حرام ولا حلال، وبعدين بتتعبني جدا
بيبقى ليها مضاعفات، بتخلي عندي التهابات وبفضل اتعالج منها وقت طويل. انا مش عارفه اعمل ايه، دلوني ادوني حل، انا مبقتش عارفه اعمل ايه. هيتخرب البيت، هيتجوز عليا، او ممكن يطلقني كمان ويتجوز عليا، او يتجوز عليا وانا معاه، وانا مش هقبل بده. بيتي هيتخرب وانا معايا بنت وولد ومش عارفه اعمل ايه. بصي انا هقولك رايي الشخصي. انتي خايفه ان يتخرب بيتك، وخايفه ان انتي تتطلقي، او خايفه ان انتي يتجوز عليكي. طب انتي مش خايفه على الاثار الجانبيه اللي انتي هتتعرضي لها؟ انتي مش خايفه على المك النفسي، المك البدني، الاثار الجانبيه اللي انت هتتعرضي لها ان انت تعملي العمليه دي كل سنه؟ يا عالم ايه اللي يحصل لك، يتنقلك بكتيريا ولا عدوى ولا فطر، ولا محدش عارف ايه اللي يتنقلك من خلال العمليه دي. الراجل البسباص هيفضل بسباص مهما حصل. الراجل اللي في دماغه التعدد وعايز يتجوز واحدة واتنين وتلاتة واربعة وما يعرفش في الشرع غير التعدد وبس، هيتجوز ويعدد مهما حصل. لو كل يوم عملتش له العملية، مش كل سنة عملتش عملية زي دي، عايز يتجوز هيتجوز. لو كل يوم عملت له العمليه دي، مش كل سنه عملت له العمليه دي، عايز يبص هيبص. انت ممكن تعملي العمليه دي وتلاقيه متجوز عليكي، وممكن تلاقيه متجوز عليكي على فكره. ما فكرتيش في مره ان هو لو انت كنت تعبانه في سنه من السنين وما قدرتيش تعملي العمليه دي، ما فكرتيش في مره ان هو فعلا ممكن يتجوز؟ طب انت دلوقتي مش تعبانه، بس انت خايفه، وخايفه من الاضرار اللي بعد كده، من اثارها الجانبيه. ما فكرتيش في مره ان انت لو عملتي، لو كنت تعبانه في يوم ما قدرتيش تعملي العمليه دي، مش ممكن يتجوز عليكي؟ حطي نفسك في موقف زي ده. هو آجل عاجل هيتجوز، طالما حاطط في دماغه هيتجوز هيتجوز. طالما هو راجل بصبص هيفضل بصبص، طالما هو راجل بتاع ستات هيفضل بتاع ستات. صدقيني كون ان انت تعملي العمليه ده مش هو ده الحل. انت كان من الاول المفروض ما توافقوهوش، هتجوز روح اتجوز. ما هو انا مش عشان انت ما تتجوزش عليا، ها، انا احط نفسي في بين الحياه والموت. انت ضامنه تدخلي العمليه دي ايه اللي يحصل لك؟ يتنقلك ايه، او يعملوا فيكي ايه، او ايه اللي يحصل، او بعد العمليه ايه اللي يحصل لك؟ يعني انا احط حياتي وروحي تحت ان هو يتجوز ولا ما يتجوز؟ ما يتجوز. ايه اللي هيجرى يعني لو اتجوز؟ ولادك دول ما بتفكريش ان انت لو حصل لك حاجه، ولادك دول مين يربيهم؟ ولادك هيبقى شكلهم عامل ازاي، هيتربوا ازاي لو انت حصل لك حاجه؟ هو هيجري يتجوز وهيجيب لهم مرات اب. فكري في ولادك، مرات الاب دي هتعملهم ازاي، هتعمل ولادك ازاي، هتربيهم ازاي؟ ما بتفكريش في نفسك، فكري في ولادك. مستنيه كمان راي حضراتكم في كومنتات، الناس اللي بتشوفنا هنا وبتسمعنا. كمان لو عندكم مشكله اكتبوا لي على الفيسبوك على الخاص، او على الانستا، او هنا على القناه على اليوتيوب. طبعا انتوا شايفين انا بسرد المشكله من غير ذكر اسماء، من غير اي تفاصيل. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو واستفدتوا من القناه بوجه عام. بحبكم جدا في الله. لو لسه ما اشتركتوش في القناه، من فضلكم انزلوا اعملوا اشتراك في القناه، وفعلوا علامه الجرس على كلمه الكل او كلمه قول عشان يوصلوكم كل الفيديوز وتقدروا تستفيدوا منها. كمان تعملوا لايك، اللايك بيرفع الفيديو علشان اكبر قدر يقدر يستفيد. وتاخدوا الفيديو من فضلكم مشاركه لاصحابكم في الجروبات علشان يقدروا يستفيدوا من الفيديو. واشوفكم فيديو تاني باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.